هو الذهب احسن ولا العقار؟ كل ما تسأل حد يقول لك نوع محفظتك الاستثمارية وهات الاتنين، بس محدش بيقول لك تعمل ده ازاي. خليني احكي لك قصة بسيطة. سنة 2020 كان جرام الذهب ال 24 كان بحوالي 900 جنيه. النهارده نفس الجرام عدى 6400 جنيه، يعني سعره اتضرب في 7 وفي 5 سنين بس. ولو بصيت على العقار في نفس الفترة هتلاقي متر الشقق في مناطق زي شرق القاهرة كان عامل حوالي 25000 جنيه لسعر المتر، والنهارده بقى متوسط الاسعار 80000 جنيه لسعر المتر، وفي اماكن معينه وصل لاكتر من كده بكتير. يعني العقار هو كمان عمل اضعاف قيمته. اللي شغال في العقار هيقول لك الذهب ما بيحققش دخل واستثمر في العقار، واللي شغال في الذهب هيقول لك الذهب حافظ قيمته وتقدر تسيله بسهوله وباي كميه انت عاوزها. خليك في الذهب احسن لك. وانا بقى المستشار بقول لك اعتبر العقار هو حسابك في البنك، والذهب هو الفلوس اللي بتشيلها في بيتك للطوارئ. مش منطقي تحط كل فلوسك في ذهب لانه متقلب وما بيحققش دخل، ولا تحط كل فلوسك في عقار لانك محتاج سيوله وقت الفرص. الصح ان يبقى عندك توزيع محترم انت اللي تحدده بناء على مصاريفك واللي تقدر توفره من دخلك. وافتكر دايما ان العقار هو الابن البار، وما تنساش تعمل فولو للمستشار.